السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب تانية ثانوي حبايب قلبي اللي وحشوني جدا. رجعت لكم تاني في فيديو الحركة الإهزازية، بس المرة دي حل الواجب. نزلت فيديو مختصر الحل أو مختصر الشرح، في معلومات حلوة والله، بس أنا قايلها سريعة. يعني كان لازم تكون أنت حاضر المحاضرة عشان تبدأ تستوعب المعلومات دي بشكل أحسن. المرة دي مش هراجع، هو حل بسرعة بس هقول تفاصيل في كل مسألة، والله المستعان يا رب. نبدأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان. وعايز أقول لكم عايزين نستغل كلنا الشهر ده إن احنا نبطل أي عادة سيئة ونحولها إن شاء الله لعادة إيجابية. ولو احنا ما كناش ملتزمين في الصلاة نثبت ونلتزم في الصلاة مهما كنا بنعمل في حياتنا. مهما كنت أي حاجة وحشة بتعملها، ده ما يمنعكش ابدا انك تبطل الصلاه. ما تخليش الشيطان يستسكى عليك، ما تخليش الشيطان يقول لك انت كده كده بتعمل حاجه غلط، خليهم غلطتين وثلاثه. والله شتان الفرق بين اي غلطه بتعملها في حياتك وبين غلطه انك تترك الصلاه. ترك الصلاه كبيره من اكبر الكبائر عند ربنا، بل ممكن تؤدي بيك ان انت اصلا ما تخشش الجنه تماما. فاحنا مش حمل حاجه زي كده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول تارك الصلاة كافر. هتبطل صلاة كافر، مش هتدخل الجنة، فعلى إيه؟ الله المستعان. فإحنا عايزين إن شاء الله في رمضان نعمل حاجات بسيطة جدا. واحد، نلتزم بالصلاة تماما، نلتزم بالصيام. طول ما إحنا صايمين مش عايزين نبقى دايما بنحافظ على لساننا، على بصرنا، ما نشوفش أي حاجة وحشة. وحاجات بسيطة جدا 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 بتحافظ على الصلاة في وقتها، بتحافظ على لسانك، بتحافظ على عينيك، بتستفيد بوقتك. ان شاء الله لو هتقرأ صفحة واحدة من القرآن، حاجات بسيطة بس تداوم عليها الشهر كله ان شاء الله، هتصبح بدل ما انت بتعملها مغصوب، هتصبح بعد الشهر بقت عادة. وهتصبح اكيد بما انها بقت عادة اكيد هتاخد مكان عادة سيئة. فانت شلت عادة سيئة حطيت مكانها ان شاء الله عادة ايجابية. الكلام ده ليه ولكم والله والله، يعني هو مش ليكم لوحدكم، بالعكس ده انا بذكر نفسي قبلكم. يلا بينا نبدا السؤال الاول. واوعى تنسى دعمك، لايك سبسكرايب شير، الكلام ده بيفرق معانا جدا. بسم الله. بيقول لحضرتك اي من الاشكال التاليه يوضح جسم يتحرك حركه اهتزازيه. وانا قلت لك علشان الجسم يتحرك حركه اهتزازيه لازم يتحرك، الشرط بتاعك اي جسم في الدنيا له موضع اسمه موضع السكون. عشان يهتز لازم يتحرك على جانبي موضع السكون. موضع السكون في النص. لازم قلت لك كده لازم الجسم يهز، هز يمين هز شمال، هوبا هز يمين هز شمال. انا بقولها بالبلدي ودي معلومه علميه، والله صحيح والله صحيح. جسمي بيهتز بيهز يمين وشمال. يمين وشمال ايه؟ موضع اتزانه، موضع سكونه الاصلي. فلازم الكتاب قايلها لك كده، لازم عندما يهتز الجسم على جانبي موضع السكون، جانبي دي اللي هي يمين وشمال. اي جسم ما بيعملش كده يبقى ما بيهتزش، ما بيعملش حركه اهتزازيه. المروحه كده كده هي بتعمل حركه دوريه، لان الحركه الاهتزازيه هي جزء من الحركه الدوريه، بس دي حركه دوريه يا مستر دائريه في مسار دائري. الحركه الدوريه اللي بيحصل فيها التكرار بيكرر نفسه على فترات زمنيه متساويه. دي نحله، النحله نفس الكلام بتعمل حركه دوريه ودائريه. دي صرف حركه انتقاليه لانها تنتقل من نقطه لنقطه في خط مستقيم. في حركه يبقى دي انتقاليه نوعها في خط مستقيم. في حركة انتقالية ولكن بتكون زي المقذوفات، هي انتقالية ولكن في مسار منحني. المسطرة دي ادي موضع سكونها اهو باللون الاحمر. لما جيت تهزها بص، هزت تحت وطلعت فوق، بقت تطلع فوق وتنزل تحت، يعني بتهتز على جانبي موضع سكونها. اذا بتعمل حركة ايه؟ اهتزازية. هيبقى نختار د. طبعا يا حبايب قلبي انا ما اسهل ما عندي ان انا اقول لك الاجابه ده على طول، وانا هرتاح وانت مش هترتاح قوي بصراحه، هترتاح راحه مؤقته. في ناس كانت بتستفز مني قوي ان انا بطول في حل السؤال. باشا ما هو لازم، ما هو ده علم، لازم تسمع معلومه من هنا معلومه من هنا معلومه من هنا.
لو انت اكتفيت بحل السؤال يبقى انت فقدت 3 4 معلومات كان ممكن تطلع منهم من السؤال نفسه. فاهم انا بفكر معاك في ايه؟ تعالى لي. في الشكل المقابل يصنع البندول اهتزازه كامله امتى؟ لما يتحرك كالتالي. طبعا عشان يعمل اهتزازه كامله لازم يعدي على نفس النقطه، اي نقطه ما، ولنفترض اكس، لازم يعدي عليها مرتين متتاليتين بس وفي نفس الاتجاه. مش يعدي عليها مرتين متتاليتين وخلاص، ده المرتين يكونوا في نفس الاتجاه. وقف، قول ده كده عمل اهتزازه كامله. البندول هنا عشان يعمل اهتزازه كامله لاحظ ان كله بدا من اكس. طالما هتبدا من اكس فلازم تروح وترجع، يعني لازم تتحرك اكس واي زد واي اكس، اكس واي زد واي اكس، يبقى الاجابه هتكون د. مستر معلش فهمني ايه قصه طبعا في نفس الاتجاه دي؟ بيقول لك لازم يعدي على نفس النقطه في نفس الطور، لازم يكون لها نفس الطور عشان يعمل اهتزازه كامله. كلمه نفس الطور هي النقطه اللي عندها، هي النقطه يعني الموضع اللي له نفس السرعه وله نفس الاتجاه. كده اقول ان النقطه دي او الموضع ده له نفس الطور، فيعدي على نفس الطور مرتين متتاليتين. ماشي. مستر معلش لما بدأ الحركة هنا من اكس كان اتجاهه نازل لأسفل، راح ورجع، وهو راجع اتجاهه كان يعتبر كأنه الأعلى، السهم ده كان يمين بقى يسار. ازاي راح ورجع عمل دورة كاملة والاتجاه مش واحد؟ مش قال لك ولازم المرتين يبقوا في نفس الاتجاه؟ اقول لك بس اسمع كده الحتة دي. هو لما يوصل لاكس هل هيقف ولا هيبدأ ينزل تاني ويتحرك؟ اللحظة اللي هيبدأ ينزل فيها تاني أصبح له أهو نفس الاتجاه. يبقى هنا عدى على إكس مرتين متتاليتين، المرة اللي بدأ منها والمرة اللي هيبدأ منها المرة اللي بعدها، وأصبح ليهم نفس الاتجاه. طب مستر معلش اشرح لي عن نقطة واي دي. لو بدأ الحركة من واي، لو راح لزد ثم رجع لواي كده ما عملش اهتزازة كاملة. ليه يا مستر؟ أصل وهو رايح لزد كان حركته يمين، لما رجع يبقى بدأ من واي اهي المرة الأولى حركته كانت يمين، رجع لنفس الموضع اهو تمام، بس حركته شمال يبقى ما كانش ليه نفس الاتجاه، يبقى كده ما عملش اهتزازه كامله. تقول لي يا مستر وكمان ايه ده مش هيقف لحظه ويرجع تاني؟ لا ده لسه هيروح هناك ثم يرجع، وهو راجع المره الثانيه اهو هيبقى ليه نفس الاتجاه، يبقى لما رجع المره الثانيه كده عمل دوره كامله او اهتزازه كامله او ذبذبه كامله. لاحظ كمان انه عشان يعمل اهتزازه كامله لازم يعمل 4 من سعه الاهتزازه. قلنا الحته دي من اكس لواي اسمها سعه، او من واي لزد اسمها سعه. سعه الاهتزازه هي اقصى ازاحه يصنعها بعيدا عن موضع السكون. يعني انا عشان اجيب السعه دايما بص ده موضع السكون اهو، من هنا لهنا دي اقصى ازاحه سعه الاهتزازه، او من هنا لهنا هي اقصى ازاحه يعني سعه الاهتزازه. عظيم جدا. ايه تاني ممكن اقوله لك في الحته دي؟ تعالى لي والله اقول لك حته جامده جدا. موضع السكون السرعة فيه بكام؟ تقول لي يا مستر موضع السكون، ها قولها مع نفسك كده، السرعة هنا قيمة عظمى. تقول لي يا مستر ازاي ده اسمه موضع السكون؟ اقول لك يا حبيبي احنا سميناه السكون عشان البندول لما يهدى كده ويسكن فالسرعة تكون بصفر. لما يكون ساكن احنا مش بندرسه وهو ساكن، بندرسه وهو بيهتز، فهو لازم ينزد سرعته عماله تزيد وصل هنا للسرعه قيمه ايه؟ عظمى. اي جسم نازل سرعته بتزيد، اي جسم طالع سرعته بتقل. يا لهوي يا جدعان على العظمه. فيجي يسالك سؤال خبيث جدا كده يقول لك ايه؟ عند موضع السكون السرعه، فتلاقي صفر الاختيارات تختارها يبقى انت غلط. عند موضع السكون السرعه بتكون قيمه عظمى. ماشي يا سيدي. تعالى كده سين رقم 3 بيقول لحضرتك الشكل المقابل يوضح جسم يتحرك حركه اهتزازيه. هنا عايز المسافه، ما قلتهاش في فيديو مراجعه والله. طالما عايز المسافه خلي بالك في حاجه اسمها الازاحه وفي حاجه اسمها المسافه. لو عندك جسم، اللهم صل على سيدنا محمد، بدأ الحركه من ألف، لو راح لب
فمن هنا لهنا دي اسمها الازاحه، ولنفترض يعني افتراض من عندي 2 سم. طب لو رجع لألف تاني فالازاحه تبقى بصفر، لان انا بحسب الازاحه من موضع البدايه او موضع غالبا موضع السكون ما لم يذكر عكس ذلك. طب لو راح مثلا لجيم فكده الازاحه تبقى عملها 2. طب لو رجع لألف تبقى ترجع الازاحه بصفر تاني، لان انا بجيب الازاحه من موضع السكون لاقصى او للمكان اللي هو عايزه. شكرا يا عم. طب لو عايز المسافه، المسافه هي المسار الكلي. يعني لو عايز المسافه خلال دوره فالمسافه تقول لي ايه؟ من هنا لهنا 2 ثم 2 4 ثم 2 6 ثم 2 8، يبقى عمل مسافه 8. خدت بالك؟ راح هو قال لحضرتك هو عايز المسافه خلال اهتزازه كامله. فالمسافه مثلا لو بدأ الحركه مثلا من سي، فالمسافه هيعملها رايح جاي يعني 4 من سعه الاهتزاز. تعالى كده نشوف هل ضعف المسافه اي بي؟ لا، اي بي دي اسمها من هنا لهنا دي اسمها سعه واحده. ضعفها لا، احنا عايزين 4 امثالها، يبقى دي غلط. هل ضعف المسافه بي سي؟ نعم، دي بي سي. بي سي على بعضها اللي هي 2 من السعه، ضعفها تبقى 4 سعه فعلا، يبقى دي اجابه ايه؟ اجابه صح، يبقى ضعف المسافه بي سي. خش على السؤال اللي بعده. بيقول لحضرتك بندول سعه اهتزازته اسمها ايه؟ فاذا تحرك ثقل البندول من اكس الى واي ثم الى زد، اتحرك من اكس اهو لواي ثم راح لزد كده، طبعا ما عملش اهتزازه كامله. شرط الاهتزازه الكامله انه يعدي على نفس النقطه مرتين متتاليتين وفي نفس الاتجاه، او تقول لي لازم يعمل 4 من ساعات الاهتزازه. طب من هنا عمل كام ساعه؟ ادي 1 2، عمل 3 ساعه فقط. فهو قال لك انا بقى عايز مين؟ بص كده، لو قال لك انا عايز المسافه تقول له المسافه اللي عملها 3 ساعه. بدأ الحركه من اكس، راح ساعه، رجع ساعه، ثم طلع ساعه، يبقى عمل 3 ساعه. طب لو قال لك انا عايز الازاحه، لازم تقول له الازاحه دي منين؟ قال لك عن الموضع اكس. الازاحه لازم ابص على البدايه والنهايه. البدايه اكس، النهايه زد، من اكس لزد ايه، يبقى الازاحه هتكون ايه فقط، لان دي البدايه اهي ودي النهايه. هو عايزها من موضع ده لاخر نقطه وصل لها، وصل ما بينهم خط مستقيم. ماشي. س 5، اي الاشكال التاليه يمثل البعد بين الموضعين اكس وواي سعه اهتزازه. يبقى احنا عايزين نوصل من اكس لواي نلاقيها سعه. باشا عشان تجيب السعه بتبص على حاجتين: 1 موضع السكون، 2 اقصى ازاحه. تاني، 1 موضع السكون، 2 اقصى ازاحه عن موضع السكون. فانا عشان اجيب هنا السعه لازم ابص موضع السكون عند واي اقصى ازاحه اكس، يبقى دي اسمها فعلا سعه الايه؟ الاهتزاز. طب هنا طبعا خلاص هنختار الف، حظك حلو، انسان مرزق، اعمل لك ايه يعني؟ طب تعالى نشوف هنا. واضح هنا ان هو ده موضع السكون في النص، ده واضح جدا. فمن اكس لواي ده مش سعه اهتزازه، سعه اهتزازه من موضع السكون لواي او من موضع السكون لاكس. لكن من اكس لواي هنا دي يعتبر 2 من سعه الاهتزاز. اصلا دول حاجتين ما لهمش علاقه ببعض، ازاي اجيب ضلع على اليمين وضلع على الشمال يعني؟ ما فيهاش حاجه. هنا لا والله، عارف لو كانت اكس دي فوق، لو اكس دي كانت هنا فكنت اقول لك دي اسمها ساعه. لكن اكس واي هنا ما اسمهاش ساعه، دي تقريبا نص ساعه لو كانت دي اقصى ازاحه. ماشي، يبقى الاجابه هتكون الف. س رقم 6. الشرح في الصيام صعب قوي يا شباب والله. لو انا محتاج ايه، عارف انت، بق ميه مثلا مع كوبايه قهوه، هي دي اللي بتظبطني وانا بقعد احل وبتاع والله. في الشكل المقابل جسم معلق في ملف زنبركي رأسي، ماشي، بجواره مسطره مدرجه، اكيد هنجيب منها الازاحه، سعه اهتزازه، مسافه. فان المسافه راح قال لك بيتذبذب بين علامتي 10 و60. يعني هو ده مكانه الاصلي اهو، مكانه الاصلي اللي هو موضع السكون، ده مكانه الاصلي. فهو بيهتز عند، يطلع فوق اهو عند ال10 هوبا وينزل تحت عند ال60. انا مش عايز اعرف هو عايز ايه، بس انا اقدر اجيب السعه.
السعة من الموضع الأصلي لتحت أو من الموضع الأصلي لفوق. يعني من هنا في النص أهو ما بين ال 30 و 40، من ال 20 لحد ال 60. من 20 ل 60 كام يا ولدي؟ لا أنا آسف، دي 35. ما بين ال 30 و 40 كام؟ 35. من 35 ل 60 دي 25 سم. يبقى سعة الإزازة على طول وأنا مغمض ب 25 سم. هو بقى مش عايز السعة، هو عايز المسافة خلال اهتزازتين. طب ما أنا معايا السعة ب 25، مسافة اهتزازة واحدة اللي هي الاهتزازة الكاملة هتساوي 4 من السعة. دي مسافة اهتزازة واحدة، يعني 4 في 25 يعني يطلع لك 100 سم. دي بتاعت اهتزازة واحدة. طب لو عايز اهتزازتين اضربها في 2، 3 اهتزازات اضربها في 3، 100 اهتزازة اضربها في 100. هو عايز بقى المسافة خلال اهتزازتين، إذا مسافة اهتزازتين هتساوي مسافة الاهتزازة اضربها في 2 يطلع لك 200 سم. فالإجابة تبقى د. س رقم 7. في الشكل المقابل وتر مهتز زمن الدوري تي، فيكون الزمن الذي يستغرقه الوتر لعمل أقصى إزاحة. الزمن بتاع أقصى إزاحة طبعا احنا عارفين إن الزمن الدوري، كنت قلت لحضرتك أن الزمن الدوري هو الزمن بتاع، هو 4 في زمن بتاع السعة، أنا بسميه تي إيه، زمن سعة الاهتزازة. فأنت لو عايز زمن الذي يستغرق العمل أقصى إزاحة، كلمة أقصى إزاحة بعيد عن موضع اتزانه، يعني هو عايز زمن السعة، زمن سعة الاهتزازة، هو عايز ده. طب ما هو زمن سعة الاهتزازة هو مش زمن دوري، هو ربع الزمن الدوري. فأقدر أقول لك إن زمن السعة هو الزمن الدوري على 4. الكلمة دي معناها ربع الزمن الدوري. ربع الزمن الدوري أهو، يبقى الإجابة ألف. الدرس ده ممتع جدا، كل دي حاجات لسه في الرايق، حاجات هادية. سؤال رقم 8 بيقول لحضرتك في الشكل المقابل يكون الزمن الدوري لبندول بسيط هو زمن مرور ثقل البندول مرتين متتاليتين بنقطة ما في مسار حلقته. لاحظ أنا يعني ما أعرفش والله الإجابة، ما لسه أول مرة والله أحل السؤال، يعني آخر مرة حلته كان السنة اللي فاتت. بس أنا ملاحظ حاجة إن هو بيقول لك إيه؟ مرتين متتاليتين وسكت، ما قالش في نفس الاتجاه. ماشي؟ قال لك المهم عندما تكون هذه النقطة إيه؟ هل لما تكون بيقول لك إيه؟ هو الزمن الدوري هو زمن مرور البندول مرتين متتاليتين وما قالش في نفس الاتجاه، فهل لما النقطة دي تكون هي موضع اتزان الأصلي؟ كده أنا لقطتها. أقول لك غلط. ليه بقى؟ إمتى كانت تكون هي موضع اتزان الأصلي؟ لو قال لك كلمة في نفس الاتجاه. ليه؟ لأن هو ممكن يعدي في نفس في موضع اتزانه الأصلي. بص يعدي مرتين إزاي؟ هيبدأ من هنا أهو. هوب، بدأ أهو المرة الأولى، راح ورجع، ادي كده وصل لها المرة الثانية، بس مش في نفس الاتجاه. بص هو راجع هنا، ما كانش في نفس اتجاه المرة الأولى. الأولى كان يمين، الثاني كان يسار. بالله عليك وبذمتك وبضميرك، هل كده كان عمل زمن دوري ولا نصف زمن دوري؟ لأنه عمل ساعتين اهتزازة وليس 4. يبقى هنا ما أقدرش أقول موضع اتزانه الأصلي. امتى كنت اختارها؟ لو كان زود لك هنا كلمه. شايف اللعب في الفيزياء جامد ازاي؟ قال لك وفي نفس الاتجاه، لانه لما يكون في نفس الاتجاه الوضع يختلف. ده لسه هيروح ويرجع. هنا الزمن بتاع موضع اتزان الاصلي كده هيكون زمن دوري، لانه راح عليها او رجع عليها مرتين في نفس الاتجاه. طب بما انه ما ذكرش في نفس الاتجاه، ما اقدرش اختارها يا معلم. طب بص على اللي بعدها كده، هي موضع اقصى ازاحه، لانه خلي بالك قال لك مرتين ايه؟ متتاليتين، يعني لازم يكونوا ورا بعض. موضع اقصى ازاحه بعيد عن موضع اتزان، ادي اقصى ازاحه بعيده عن موضع اتزان، ادي المره الاولى اللي عندها. عارف لما يرجع لها المره الثانيه هيكون فعلا عمل زمن دوري، سواء بدا من هنا او بدا من هنا. اذا دي اجابه ايه؟ صحيحه.
موضع اتزانه الاصلي غلط وانا مغمض، موضع اتزانه الاصلي غلط وانا مغمض. مش فارق معايا راح للموجب راح للسالب والله. سؤال حلو جدا جدا جدا، عبقريه اسئله كتاب الامتحان. الشكل المقابل هنا هيبدا شويه اسئله بارقام. جيتار يهتز وتره مصدرا نغمه ترددها مديك التردد يعني مديك النيو، وراح طلب الزمن الدوري. سؤال عبيط جدا، انت عارف ان التردد هو مقلوب الزمن الدوري والزمن الدوري هو مقلوب التردد. فلو عايز الزمن الدوري خد 1 على نيو، يعني 1 على 2/4/7، تطلع الإجابة على طول. 1 على 2/4/7 يطلع لك 4 علامة 4 في 10 أس -3 على طول. تبقى الإجابة إيه؟ د. خش على السؤال اللي بعده. لسه هنقول ملحوظات حلوة جدا. إذا كان الزمن الذي يستغرقه جسم مهتز لإتمام اهتزازة كاملة، خلي بالك الجملة دي هقف عندها هنا كده، هقف لحد هنا. هو مديني زمن، أنت قدام حلين، يا يكون مديك زمن عادي جدا يا يكون مديك زمن دوري. زمن عادي ممكن يبقى زمن نصف دورة، ربع دورة، دورتين، 3، 4. زمن دورة هو زمن دورة، شكرا. راح هو قال لك ايه؟ اذا كان الزمن الذي يستغرقه جسم لاتمام ايه؟ اهتزازة كاملة. يبقى هو مديك زمن اهتزازة يعني زمن دوري. يبقى الجملة دي مديني فيها الزمن الدوري ب1/10 ثانية. راح قال لك طب انا عايز عدد الاهتزازات ان، ولازم عشان يطلب ان يكون يقولها لك خلال زمن معين، وعشان يطلب زمن يقول لك خلال ان معينه. راح قال لك انا عايز عدد الاهتزازات التي يحدثها خلال 100 ثانيه، يعني هو عايز عدد الاهتزازات اللي هيعملها لما الزمن يكون 100 ثانيه. كده الامور واضحه. عايز الان معايا التي ومعايا الزمن الدوري، فاعمل كده. تي كبيره بتساوي تي صغيره على ان. انت عايز الان، اقسم تي صغيره على تي كبيره، يعني 100 على 0 علامة 1 يطلع لك تقريبا 1000 ثانية. بص يا صديقي، هدردش معاك شوية في السؤال ده، لعل وعسى نتعلم حاجة من أساسيات الفيزياء جميلة جدا. الجملة دي أنا أقدر أفكها بطريقة تانية وأقول لك إيه؟ أنت معاك زمن اسمه T1 بيساوي 0 علامة 1 ثانية، إن بتاعتها بتساوي 1. فنفس البندول هو ما غيرش البندول، ها؟ عايز عدد الاهتزازات، يعني عايز حاجه اسمها ان 2 ما اعرفهاش اهو، اللي عملها في زمن قد ايه؟ زمن تاني خالص هو 100 ثانيه. وانت عندك معلومه ان طالما نفس البندول فالزمن الدوري والتردد مالهم ثابتين. بما ان الزمن هنا بقى 3/4 مسائل الفيزياء لما يكون فيها حالتين نحلها بالطريقه دي. انت عندك طريقتين. طريقه اولى تاخد الجمله الاولى تجيب بيها الحاجه الثابته اللي هي الزمن الدوري، اللي هتطلع معاك بكام؟ هتطلع معاك ب1/10، ثم تعوض بيها في الحاله الثانيه تجيب اللي ناقص. او تيجي تقول لي بما ان الزمن الدوري ثابت، تروح كاتب قانونه كده. بما ان ده ثابت، بص هنا بقى اقدر احل نسبه وتناسب. فالنسبه والتناسب دي طبعا احنا حلينا المساله وهي ابسط من كده بكتير، عشان هو مديك الزمن الدوري مباشر، فمعاك يعتبر حاجتين تجيب الثالثه. بس انا بدردش معاك يعني، ماشي؟ عشان ماذا لو ان الاولى ما كانتش ب1، كانت باي حاجه ثانيه، فما كانش هيبقى زمن دوري. فانت هتروح تجيب عادي جدا الزمن الدوري وتعوض الناحيه الثانيه زي ما احنا عملنا، مفيش اي مشكله. بس انا بقول لك في طرق بقى النسبه والايه والتناسب. تيجي تقول لي بما ان الزمن الدوري ثابت، فالتي والان علاقه طرديه، يعني اقدر اقول لك T1 على T2 هيساوي ان 1 على ان 2. يبقى في اي بندول طالما نفس البندول الزمن الدوري ثابت، يبقى علاقه التي مع الان علاقه طرديه. يبقى T1 على T2 بيساوي ان 1 على ان 2. معايا T1 بكام؟ ب1/10، T2 ب100، ان 1 ب1، فاعرف اجيب ايه؟ ان 2. دايما هتلاقي كتاب الامتحان يا بستخدم الطريقه دي حتى في الاجابات ورا، دي اساس من اساسيات الفيزياء، يا هتلاقي اي اجابه او اي مدرس على فكره في الدنيا هتلاقيه بيستخدم طريقه ثانيه يقول لك ايه؟ بما ان الزمن الدوري في الحالتين هو تي اللي هنا هي تي اللي هنا، يقول لك اذا تي في الحاله الاولى هي تي في الحاله الثانيه.
حلها بالتساوي ان هو يساوي الاولى بالثانيه. فتقول لي تي الحاله الاولى هي تي 1 على ان 1، تي الحاله الثانيه هي تي 2 على مين؟ على ان 2. عوض خلصت. تي 1 بواحد من 10 على 1، تي 2 بكام؟ ب100 على ان 2 برضه هطلع ان 2 هتطلع ب1000. شايف طريقه حل الفيزياء عامله ازاي؟ ده نوع من انواع الدردشه. استمتع معايا الله يرضى عليك يا باشا. الحاجات دي لو فهمتها على مسألتين 3 والله العظيم حليت على كل مسائل الفيزياء. فهمت؟ يبقى انا كان ممكن الاول هنا ايه؟ زي ما انا حليت من شويه، معايا تي وان هنا اروح جايب الزمن الدوري يطلع بواحد من 10. طب ما هو هنا بقى معايا زمن وزمن، جبت الان فحليتها الاولى لوحدها، خدت المعطى اللي انا عايزه دخلته في الحاله الثانيه، شكرا. او نسبه وايه وتناسب، والنسبه والتناسب في طريقتين، طير الثابت تي وان طرديه، اعمل علاقه خلصت، او بطريقه المساواه ساوي الحاجتين اللي قد بعض. طب مستر ليه بتشرح بطريقه المساواه دي؟ اقول لك ليه. افرض دول كانوا بندولين مختلفين، وراح هو قال لك بقى سؤال عالي قوي، ده فرض يا جماعه، ها فرض من عندي، تمام؟ وهو كان قايل لك معلومه ان الزمن الدوري للبندول الثاني يساوي ضعف الزمن الدوري للبندول الاولاني. فاللي انا هعمله المعادله اللي هو قالها لي هكتبها، اشيل دي واحط قانونها، اشيل دي واحط قانونها، اكون خلصت. يعني تي 2 اهو على ان 2 هيساوي ضعف تي 1 على ان 1. فساعتها طبعا اجابه الان 1 هتختلف جدا، بس انت معاك كل حاجه، عوض خلصت. او تعمل ايه؟ تروح تجيب تي 1 تطلع بواحد من 10، تي 2 بقى ضعفها، فتروح جايب تي 2 هي ضعف الواحد من 10 تطلع 2 من 10 زي الحاله الاولى عادي جدا، وتقول لي اهو تي 2 تطلع 2 في 1 من 10 تطلع 2 من 10. وتعوض بقى تجيب مين؟ تجيب الان. طبعا عندك مثلث اهو، تي بتساوي تي على ان، عايز الان اقسم تي صغيره على تي كبيره، اقسم دي في الحاله اللي هي الفرض. انا بقول لك لو فرض الفرض ده ما تتوهش مني، تي صغيره اللي هي بكام؟ ب100 في الحاله الثانيه، على الزمن الدوري في الحاله الثانيه مش هيبقى زي الحاله الاولى، هيبقى ضعفه، هيبقى 0 على 2، يطلع لك رقم. وصلت؟ ماشي. وبرضه كان ممكن تحلها نسبه وتناسب بعيدا عن حاله التساوي دي. بيقول لحضرتك الشكل البياني المقابل يمثل العلاقه بين عدد الذبذبات ان التي يحدثها مصدر مهتز والزمن تي. رسم بياني علاقه ان وتي علاقه طرديه، اذا ده في نفس البندول، في نفس البندول ان وتي علاقه طرديه لان الزمن الدوري ثابت والتردد ثابت. انا من الرسمه دي اعرف اجيب النيو التردد، فال600 على 30 صفر راح مع صفر، 60 على 3 فيها ال20 هرتز، يبقى الميل هو التردد. خلاص نقولها 20 هرتز وخلصنا. ده س رقم 11. يلا س رقم 12 بيقول لك اي الاشكال البيانيه التاليه يمثل علاقه بين التردد لشوكرانانا وعدد الاهتزازات التي تحدثها الشوكه. طبعا بما انه لنفس الشوكه اذا النيو او التردد والزمن الدوري علاقه ايه؟ ثابته. ماذا لو كان قال لك اكتر من بندول، اكتر من بندول؟ طالما قال لك اكتر من دول فهيعمل لك حاجه من الاثنين، اما يقول لك لهما نفس الزمن او لهما نفس الان. طالما اكتر من دول يبقى مش لازم زمن الدوري بتاع البندول الاول هو الثاني هو الثالث هو الرابع، هيختلف، يبقى اصبح ولا الزمن الدوري ثابت ولا التردد ثابت. راح هو ثبت لك هنا التي وهنا ثبت لك الان. طبعا ادي النيو بتساوي ان على تي، وهنا النيو بتساوي ان على تي. هنا ثبت الان، خلينا نبدا هنا ثبت التي، فالنيو مع الان تبقى علاقه ساعتها طرديه. هنا ثبت الان فالنيو التي ساعتها تبقى علاقه عكسيه. يا لهوي يا جدعان على العظمه والله. طب وربي عظمه العظمه، حلو قوي قوي. يبقى في الاساس طالما نفس البندول او نفس الجسم المهتز النيو بتاعته ثابته، او الزمن او التردد اللي هو الزمن الدوري قصدي العكس يعني برضه ثابت.
لكن لو قال لي اكتر من دول، لان ده سؤال فكره مستوى عالي بس ثبت الزمن، طالما ثبت الزمن يبقى النيو ان مش النيو ان طرديه مش ثابته، وهنا النيو تي عكسيه مش ثابته. س 13 بيقول لحضرتك اي الاشكال البيانيه التاليه يمثل علاقه بين التردد والزمن الدوري تي. تعالى لي يا صاحبي، انا عارف ان النيو هي 1 على الزمن الدوري، فالنيو مع الزمن الدوري هي علاقه عكسيه صرف. انا اي علاقه عكسيه اقدر اخليها طرديه. ادي النيو 1 على تي تبقى علاقه طرديه. ومين جاحد يعرف يجيب لي الزاويه اللي ما بينهم هتبقى بكام؟ اقول له هتبقى ب 45 درجه. ليه؟ لان النيو مقدارا هي مقلوب التي مقدارا. ما هي النيو هي مقلوب التي، فالرقم اللي هنا ايا كان هيبقى كام هو الرقم اللي هنا، يعني الخط لازم يكون في النص بالظبط. فاما انت عندك حلين، تختار نيو مع التي تعملها علاقه عكسيه اهي، او تختار نيو مع مقلوب التي تبقى علاقه طرديه بينهم زاويه 45. دي مش مع التي، مش مع مقلوب التي، مع التي، اذا دي غلط. السؤال اللي بعده، بندولان اكس وواي يبقى مش لازم يكون ليهم نفس الزمن الدوري، عشان كده راح قال لك زمن الدوري الاول بربع والثاني الاول بواحد والثاني باربعه، فالنسبه بينهم ربع، فعايز الزمن بين ترددهما. ماشي، هستخدم قانون تي بتساوي 1 على نيو او العكس. طبعا القانون ده ممكن يقول لك ايه؟ ان النيو مع التي علاقه عكسيه، لو عايز نيو اكس على نيو واي خد تي واي على تي اكس. التي واي على تي اكس بكام؟ ب4 على 1. لان هنا مش مديني تي واي على دي اكس، مديني مين؟ اكس على واي، وانا عايز واي على اكس. لان انا في الاساس اصلا وفي الاصل عايز مين؟ عايز تردد اكس على تردد واي، فباخد زمن دوري واي على اكس اللي هو 4 على 1، يبقى الاجابه ج. بيقول لحضرتك في الشكل المقابل اذا تحرك ثقل البندول من النقطه اكس الى النقطه واي خلال 1 ثانيه، فيكون تردده هو، ابص على اكس وواي، لما يتحرك من اكس لواي كده هل عمل دوره كامله؟ تقول لي لا يا مستر ده عمل نصف دوره. ما هو هنا اتحرك ساعه وساعه يعني 2 ساعه، يعني نصف دوره، لان الساعه الدوره او الاهتزازه هي 4 من الساعه. فمن الاخر لما يتحرك من هنا لهنا ادي نصف دوره. طب مثلا لو كان من هنا لهنا يبقى ربع دوره، من هنا لهنا ربع كمان، من هنا لهنا ربعين، ربعين يعني نص. فهو كانه بيقول لي الزمن ابو 1 ثانيه ده كان ان بتاعته بنص. ما هو لازم زمن خلال عدد اهتزازات معينه، او عدد معين خلال زمن معين. فالتردد خلاص انا اعرف اجيبه من خطوه واحده، النيو بتساوي ان على تي. ان بكام؟ بنص على 1 يديني نص هرتز، فالاجابه هتكون 1000. س 16 جسم مهتز. السؤال ده حلو قوي 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 قوي، اسمع كده الحته دي، السؤال ده عالي قوي قوي قوي. جسم مهتز خارج اسم زمنه الدوري، اللي بتقراه اكتبه، خارج اسم زمنه الدوري على تردده بيساوي 1 على 625. فهو عايز عدد الذبذبات التي يصدرها الجسم خلال 25 ثانيه. هو عايز مطلوب تاني خالص، هو عايز ان لما الزمن يكون ب 25. فاكر لما قلت لك عشان تجيب ان او تي لازم يكون معاك التردد او الزمن الدوري، وهو مديك معادله تجيب بيها يا التردد يا الزمن الدوري. مستر ازاي ده مش مديني حاجه منهم؟ اقول لك ما انا اقدر اشيل التردد ده واحط 1 على الزمن الدوري، لان النيو الزمن الدوري هو مقلوب التردد والتردد هو مقلوب الزمن الدوري. فلو شلت ده حطيت 1 على تي، مقام المقام يطلع بسط، يعني التي تربيع. في حاجه انا عملتها غلط باين؟ لا ماشي، التي تربيع ب1 على 625. فساعتها اقدر اجيب التي تحت الجذر 1 على 625، ناخدها بقى على الآلة يديني تقريبا 25 أو 1 على 25 تحت الجذر 1 على 625 يطلع لي 1 على 25.
كده انا معايا الزمن الدوري. في المقابل على فكره التردد هيبقى بكام؟ ب 25 هرتز. يبقى حضرتك المعادله اللي مديها لك دي معادله خاضعه. معادله اللي كان مديها لك هنا اللي هي كانت تي على نيو. انت فاكر ان فيها مجهولين بس هما مجهول واحد. ليه؟ ما انت معاك واحد بدل التاني. ما هو ممكن تشيل تي تحط واحد على نيو، تشيل النيو تحط واحد على تي. فانت جبت الاثنين من المعادله اليتيمه دي. تعال نستخدم بقى التردد. فتيجي تقول لي خلي بالك التردد بكام؟ ب 25 هرتز. اعمل لي المثلث الجميل. نيو بتساوي ان على تي. هو عايز الان اضرب النيو في تي، يعني الان هنا بتاعت 25 ثانيه هتبقى 25 اللي هي التردد في 25 اللي هو الزمن، يطلع لك 625. فتبقى الاجابه د. ده سؤال انا هحله لك بالفهم، ما اديتلكش معادله مختصره. مش عايز اديك معادله مختصره، ليها معادله مختصره بس انا مش عايز اديها لك والله. الفهم اهم واعمق 100 مره خصوصا في ثانيه ثانوي. يلا بينا س 17. بيقول لك في الشكل المقابل ساق مرنه مهتزه تستغرق زمنا قدره. فهو مديني زمن معين، انا لازم تركيزي هو الزمن ده زمن ايه؟ ممكن يبقى زمن دوري، زمن ربع دوره، نصف دوره، زمن دورتين. فلازم يقول لي الزمن ده من الى، او زمن كام دوره. راح قال لك الزمن ده اللي بيخليه يتحرك من الف لب. طب هو لما بيتحرك من الف لب من هنا لهنا كده، مش دي ساعه اهتزاز؟ يعني الزمن ده هو زمن سعه، يعني زمن ربع دوره. يبقى ده زمن يعتبر بمقام تي ايه، او زمن سعه اهتزاز، او الزمن بتاع ان بربع. ممكن اقول لك بص، اقول لك ان زمن الساعه بكام؟ بصفر علامه صفر واحد. راح قال لك انا عايز الزمن الدوري. الزمن الدوري هو 4 من زمن الساعه، يعني 4 في صفر علامه صفر واحد، فيديك 4 من 10. واحد تاني كان يقول لك لا انا مش هحل بطريقه الساعه دي، هقول لك الحته دي بمقام ان بتساوي ربع. يبقى هو اداك الزمن بتاع ان اسمها ربع. عايز تحسب الزمن الدوري اقسم تي على ان. تي اللي هي صفر علامه صفر واحد على عدد الذبذبات بتاعتها اللي هي ربع، يديك برضه نفس القصه بالظبط. شوف حلتها لك بكام طريقه؟ باتنين. فانت قول لي ان اما الحته دي هي زمن سعه، او من الف لب يعني كان عمل ربع دوره. يبقى الربع دوره عملهم في وقت قد ايه؟ صفر علامه صفر واحد ثانيه. راح قال لك انا عايز سعه اهتزاز طرف الساق تساوي، طبعا سعه الاهتزاز هي من هنا لهنا مش السته، هي الثلاثه. فتقول لي 3 سم. طب انا عايز السرعه المتوسطه لطرف الساق اثناء حركته من ب الى ج. لما يتحرك من ب لج هنا كده، اي سرعه هي المسافه اللي بيعملها على الزمن اللي بيعمل فيه المسافه دي. المسافه اللي عملها من ب لج هي 6 سم. طب الزمن اللي عمله من ب لج في ممكن تجيبها بالعقل سريعا وممكن بالقوانين. تقول لي من ب لج هو زمن نصف دوره، وده زمن ربع. ها طبعا انت معاك زمن الحته دي بواحد من 100، فاكيد الحته دي بواحد من 100، يبقى دي كلها ب2 من 100، يبقى صفر علامه صفر 2. عشان انت مش عايز الزمن من ب لالف بس، او من الف لج بس، انت عايز الزمن ده كله اجمعه. بصراحه كده هتفي بالغرض يعني، بس انا عايز افهمها لك فيزياء بقى. 6 على انت جبتها بالفهلوه زي كده، يطلع لك 300 سنتيمتر لكل ثانيه، فالاجابه تكون ب. واحد تاني كان يجي يقول لك ايه؟ احنا عايزين الزمن ده كله، الزمن من ب الى الف. الزمن من ب لالف اسمه كده، اسمه الزمن مثلا اهو من الف لب، لا من ب لج، انا اسف والله، من ب لج. الزمن من ب لج هو الزمن بتاع ان بتساوي نص. شايف التفكير؟ الزمن من هنا لهنا هو الزمن بتاع نصف دوره. ما بفكرش بدماغي، بحل بالقوانين. اصل انا عارف هتقول لي ايه زمن نصف دوره. خد الزمن الدوري اضربه في نص او اقسمه على الاثنين، ما هو زمن نصف دوره، فيطلع لك نفس الرقم. والله صح، انت صح. بس انا بقول لك ايه، يلا انا معايا زمن دوري وعايز زمن. طبعا لو عملت في المثلث كده، تي صغيره هي تي كبيره، اسف،
تي كبيره هي تي صغيره على مين؟ على ان، فاحنا عايزين تي صغيره، فاضرب التي كبيره في الان، فتقول لي الزمن من ب ج هيساوي الزمن الدوري اللي هو 0.04 مضروب في نص دوره، يطلع لك 0.02. حاسس بفصلان تصوير في رمضان ده ايه؟ احساس اللي هو هنا في حاجه ناقصه، في طاقه كده ناقصه كوبايه قهوه. تعال، في كل من الاشكال التاليه يمثل بندول بسيط يستغرق فيه الثقل زمن تي ليتحرك من اكس لواي. يبقى هو عشان بيتحرك هنا من اكس واي خد زمن اسمه تي، وهنا برضه خد زمن اسمه تي، وهكذا وهكذا. راح قال لك انهي بندول من دول له اقل تردد. يا لهو على جمال السؤال ده يا جماعه. العبد لله ممكن يحل لك السؤال ده بكذا طريقه. مش هو بيسالك على التردد؟ التردد مين على مين؟ ان على تي. لاحظ ان كل دول عملوا زمن اسمه تي، يعني هو مثبت لك الزمن. فانت لو عايز اقل تردد خد اقل ان فيهم من اكس لواي، ولو عايز اكبر تردد خد اكبر ان. طريقه اسمها ايه؟ بالله عليك طريقه جامده جدا، العلاقات. خطوه واحده حليت، لان هو مثبت لك الزمن هنا وهنا وهنا وهنا. ناقص اعرف الزمن ده بتاع قد ايه دوره، عشان اكبر ان يبقى اكبر نيو، اقل ان هي اقل نيو. بص كده، الزمن ده بتاع ربع دوره، يبقى ده كان هنا ربع دوره، ربع مش نص. طب وده بتاع نصف دوره، احنا عايزين اقل ان. ها، طب ده مش ربع، ليه؟ لان الحته دي كلها هي اللي بربع، دي نصها، يعني الحته دي بتمن. طب الحته دي طبعا احنا اتفقنا دي تعتبر تمن ودي تمن، تمنين يعني ربع. كل ده انا بحسب مين بالاسود؟ الان. اقل ان بقى هي مين؟ اقل ان اللي هي التمنايه دي اقل ان. طالما دي اقل ان يبقى دي اقل تردد، يبقى هختارها، يبقى الاجابه ان شاء الله ج. واحد مش عاجبه الكلام، اللي مش عاجبه الكلام هيتشلوح، بس نفهمها دلوقتي. ثم اقول لك لازم تتعلم تحل بالعلاقات دي افكار ثانويه عامه. واحد يقول لك يا مستر انا هجيب هنا التردد وهنا التردد وهنا التردد وهنا التردد، وعشان اجيب التردد اقسم ان على تي. كده كده التي كلها واحده، فلازم اجيب الان هنا وهنا وهنا وهنا. اقسم بقى ان اللي هنا بربع على تي بواحد يديني ربع، يبقى التردد هنا بيساوي ربع. التردد هنا ان اللي هنا على تي اللي هنا نص على واحد يديني نص، ان اللي هنا على تي اللي هنا يديني تمن، ان اللي هنا على تي اللي هنا يديني ربع. انت جبت التردد عشان تعرف مين اكبر تردد. والله كلامك صح، بس بما ان دي ثابته ما كنت تطيرها وتجيب العلاقات وخلصت. سؤال 19. السؤال ده حلو قوي قوي قوي. بيقول لحضرتك في الشكل المقابل بندول بسيط يتحرك من النقطه موجب اكس حركه توافقيه بسيطه. بالمناسبه انت بتدرس البندول حركته حركه توافقيه بسيطه. حركه توافقيه بسيطه عشان ابسطها عليك، يعني الطبيعي البندول بتاعك لما تروح تشده ويروح ويرجع شويه وهيقف، هيبطل ذبذبه. او لما يجي يروح اول اقصى سعه هنا ويرجع مش هيروح نفس اقصى سعه، لان في مقاومه هواء فبتبطئه شويه، او ما بتخلوش يروح لابعد مكان فبيروح لمكان اقرب، فشويه وهيقف. احنا بقى بنقول لك ان هو حركه توافقيه بسيطه، كانه مش هيقف، يعني هيفضل رايح جاي رايح جاي وكأن مفيش هواء. عشان بس تبقى فاهم هو ليه بيقول لك كلام محدد كده معين. المهم، فان النقطه التي يكون عندها ثقل البندول بعد مرور زمن 2 تي. هو بدأ منين؟ بدأ من هنا. اسمع بقى العظمه دي. لما يعدي ضعف الزمن الدوري البندول هيكون مكانه فين؟ تعال نشوف لما يعدي زمن دوري الاول. واضح انه بعد دوره هيكون راح ورجع، فرجع عند نفس النقطه. طب بعد دوره ثانيه يروح ويرجع، يعني بعد دورتين هيرجع لنفس النقطه. طب 3 دورات هيرجع نفس النقطه، 4 هيرجع نفس النقطه، 5 هيرجع نفس النقطه. يبقى في كل الحالات هيرجع لنفس النقطه اللي هي موجب اكس. طب ما لو ما كانش قال لك 2 تي، لو كان قال لك بعد نص تي، نص تي يبقى هو لازم يعدي نصف زمن دوري، يعني يروح من الموجب اكس للسالب اكس. فساعتها كنت هتقول له الاجابه سالب اكس. طب لو قال لك ربع تي، يعني يمشي من هنا لهنا، يعني هيوصل للنقطه او. طب لو قال لك 3 ارباع،
يروح نصف ويرجع ربع، بعد كده 3/4، فهيرجع او بس وهو رايح في الاتجاه العكسي. طيب بيقول لك طب لما يعدي زمن 3.5 تي، خدها قاعده، التلاتة دي رقم صحيح صح؟ دائما وابدا لما يعدي رقم صحيح هيرجع لنفس النقطه اللي بدا منها، مش هو بدا من موجب اكس؟ لما يعدي زمن دوري 2 3 طالما رقم صحيح هيرجع لنفس النقطه تاني. القصه كلها في الكسر اللي بعده 3.5. احنا قلنا بعد نصف دوره، سيبك من الثلاثه بقى، لانه بص هيروح ايه؟ ادي مره رجع، ادي الثانيه، ادي الثالثه، بعد 3 مرات رجع لنفس النقطه. البندول بيرجع لنفس النقطه بعد عدد صحيح من الزمن الدوري او من الدورات. طب النص بقى، النص بعد ما يروح ويرجع 3 مرات، فالنص هيوصل لسالب اكس. طب بص دي برضو 5 عدد صحيح هيرجع لنفس النقطه. طب وربع، الربع هتخليه يروح لايه؟ من هنا لهنا، يبقى هيوصل للنقطه او. ده س رقم 19. بيقول لك الشكل البياني المقابل يمثل علاقه بين الازاحه لجسم مهتز والزمن تي، فان الفارق الزمني، يا لهوي على العظمه، الحق ثانيه واحده كده، الفارق الزمني بين النقطتين بي وار، بي هنا وار هنا، الفارق الزمني ما بينهم هو الحته دي. طب الحته دي قد ايه؟ دي نصف دوره، يبقى نقول الفارق الزمني ما بينهم هو نصف الزمن الدوري. فاكر لما قلت لك فيديو في المحاضره المفروض او في فيديو مختصر، الحته دي بمقام رباعيه، طب ما دي كمان بمقام رباعيه، ربع وربع نصف. طب الحته دي بمقام نصف دوره، طب دي رباعيه ورباعيه، يبقى دي كلها دوره كامله. دي نصف دوره مع نصف دوره كده دوره، دوره ونصف وربع، يبقى دوره وثلاث ارباع. بتعرف تعد اي رسمه من الرسومات دي. ليه بقى؟ لاجل الرسمه دي. الرسمه دي دلوقتي بعرف اجيب منها 3 حاجات. 1 سعه الاهتزازه، قلت لك سعه الاهتزازه هي اقصى ازاحه من موضع السكون، ادي موضع السكون، ادي اقصى ازاحه من هنا لهنا 10، يبقى سعه الاهتزازه ب 10 سم. 2 بعرف اجيب حاجه اسمها الزمن الدوري، وقلت لك عشان تجيب الزمن الدوري من الرسمه الله يرضى عليك، خد اي تي اقسمها على ان بتاعتها، مش اي تي على اي ان، لازم يكونوا مرتبطين ببعض. بمعنى خد اي زمن انت عايزه عيوني، تيجي مثلا ناخد الزمن ابو 2، يلا يبقى تقسم 2 على، اوعى تقول لي على دورتين ونص، اوعى. في ناس هتعمل ايه؟ تقول لك من هنا لهنا كده ادي دوره ونص، فاروح قاسمها على دوره ونص. غلط. هو لما مر ثانيتين كان عمل قد ايه؟ كان عمل نصف دوره، يبقى تقسم 2 على نص يديك 4 ثانيه. طب بص كنت ممكن اعمل ايه؟ اسمع كده، ممكن اقسم الزمن بالاربعه ده، فاقول لك ادي الاربعه اهو على الاربعه كان عمل قد ايه؟ ادي نصف دوره وادي نصف دوره، نصفين يعني دوره، يبقى عمل دوره كامله. وخدها معلومه هناخدها الحصه الجايه، من القمه للقمه اللي بعدها يعني عمل دوره، من القاع للقاع اللي بعده يعني عمل دوره، ماشي. يدينا 4 ثانيه برضه. طب بص واحد تاني هياخد السته، اقسم يا عم السته على، يلا السته دي كان عملها خلال كام دوره؟ قد كده دوره اهي ونص، يبقى يقسمها على 1.5 يديك برضه 4. 3 بعرف اجيب من الرسمه دي حاجه اسمها التردد، والتردد طالما جبت الزمن الدوري شقلب وجبت التردد، يبقى 1/4. او كنت تختار اي زمن وتقسمه او تقسم عدد الدورات على الزمن بتاعه، لان التردد هو ان على تي يا معلم. ممكن مثلا كنت اخد مثلا الاثنين دي، فاقول لك الاثنين دي كانت عندها نصف دوره، على الاثنين يديني ربع برضه. بما ان معاك الزمن الدوري او التردد، اقدر العب لك لعبه بنت جنيه واقول لك مثلا ولنفترض السته دي ما كانش معاك واسمها اكس، اقول لك هات لي اكس دي، واكس ده زمن قيمه مجهوله يعني، او هات لي اسميها لك تي، اقول لك هات لي تي اللي هنا دي، هات لي تي اكس، يلا.
فعشان اجيبها لازم يكون معايا يا الزمن الدوري يا التردد. طب ما انا معايا الزمن الدوري ب4، حط بقى مثلث جميل كده. الزمن الدوري هو تي صغير على ان، الزمن الدوري هو تي صغير على ان. انا معايا الزمن الدوري ب4 جبته من اي حته في الرسمه. عايز تي يبقى لازم يكون معايا الان، فاروح ابص عند الاكس دي، ان كانت بكام؟ ادي كانت ب1.5، فانا معايا الحته دي ان بتاعتها ب1.5. عشان اجيب بقى زمنها اللي هو تي اكس، فاقول لك تي اكس هتساوي الزمن الدوري في 1.5 يطلع لك 6 ثانيه. اهو بص كانت بكام؟ ب6 ثانيه. فانت فاهم، تعرف بقى تجيب المساله يمين شمال شمال يمين براحتك. والله عندي حاجات اكتر من كده اقولها، بس انا فعلا مش قادر وعايز اخلص الدرس ده بالعافيه. بجد انا عايز اخلصه بالعافيه، انا ميت. فاضل قد ايه على الفطار؟ فاضل الساعه يعتبر، ولسه قبل ما امشي ماشي ان شاء الله نلحق نخلص الدرس. والدرس كله حوالي 33 سؤال. 33 ماشي، هنلحق ان شاء الله. بيقول لحضرتك اي الاشكال البيانيه التاليه يمثل علاقه بين الازاحه والازاحه عن الموضع اكس والزمن تي عند حركه البندول من اكس الى واي ثم يرجع الى زد. يعني هو اتحرك من اكس، بدا من موضع السكون، خلي بالك. طالما بدا من موضع السكون يبقى الازاحه هنا كانت بصفر، فلازم يبدا من الصفر. عارف لو قال لك بدا من واي يعني بدا من اقصى ازاحه، فهو كان بعيد اصلا عن اكس، فلازم ابدا من هنا او من هنا، حسب بقى احنا بدانا في الموجب ولا في السالب، حسب الفرض. لو هو ده الموجب يبقى هو بدا من عند الموجب. حلو، حلو قوي، ماشي. فهو بدا منين؟ بدا من اكس، دي مصلحه، يعني هو بدا من الصفر. يبقى استبعد الرسمه دي، استبعد الرسمه دي. طب تعالى مبدئيا وانا مغمض الرسمه دي انا هستبعدها. ليه؟ لان هو حاططها كلها في الموجب، واحنا عارفين علاقه الازاحه بالزمن، جزء مره في الموجب ومره في السالب، لان هو مره بيبقى رايح كده عند الموجب ومره عند السالب. حتى هو كان عند مين؟ كان عند اكس، راح في الموجب عند واي ثم رجع، راح لاقصى قيمه ثم رجع للصفر في الموجب، راح لاقصى قيمه ثم رجع للصفر في الموجب، ثم يروح شمال اكس. شمال اكس يعني عكس اتجاهه في السالب، اهو في السالب. لو كان رجع لاكس تاني فراح راجع للصفر. ماشي ماشي باشا. انا هغير السؤال ده، هغير فيه حاجه. ايه هي؟ هفترض انه بدا الحركه مثلا من زد، وراح كده ورجع لاكس. فتقول لي يا مستر بما انه بدا من الزد يعني بدا من اقصى ازاحه، بس اقصى ازاحه في السالب كده، بدا من عند زد اهو، ثم راح للصفر، راح لموضع السكون تاني، ثم راح لاقصى ازاحه الناحيه الثانيه عند الموجب، ثم رجع لاكس تاني، رجع كده. فساعتها كنا نختار الرسمه ب باستثناء الرموز دي. افهم انا بعمل معاك ايه. تعالى، بندول بسيط يهتز بتردد اسم نيو، سعة الاهتزاز اسمها ايه؟ الشكل البياني المقابل يوضح العلاقه بين الازاحه والزمن. اذا قمنا بتعديل طول الخيط البندول والشغل المبذول على الثقل لزياده كل هنا بيقول لك احنا هنزود التردد وهنزود السعه للضعف. مبدئيا لما السعه تزيد للضعف واضح ان الحته دي مثلا انت بتعد المربعات، لو عامله مربعين فلازم الحته تعمل 4 مربعات، فهنا فعلا السعه زادت للضعف، هنا لا، هنا السعه فعلا زادت للضعف، هنا لا. يبقى انت هتختار ما بين ب ودال. طب هو قال لك هو زود التردد للايه؟ للضعف. بص ممكن تحلها بكم طريقه. تحسب التردد هنا، هو ان على تي هنا طبعا قال لك مثلا خلال زمن معين ونفترض ثانيه، فعمل دورتين اهو في الثانيه، يبقى التردد كانه ب2. لما التردد يزيد للضعف لازم النيو تبقى ب4. تعال نجرب دي. خلال نفس الزمن اهو ان ب1، يعني هنا النيو بكام؟ النيو ب1، يبقى دي اجابه غلط. جرب دي. خلال نفس الزمن اهو، هو اللي قايل لك خلال نفس الزمن. عدد الدورات بكام؟ 1 2 3 4، يعني التردد 4 على 1، يعني التردد بقى بكام؟ ب4. اذا هي دي الاجابه الصحيحه. من هنا تبدا تتخيل ان لما التردد يزيد للضعف
لازم في نفس الزمن عدد الموجات هو كمان يزيد للضعف، لان النيو هي مين على مين؟ ان على تي. في نفس الزمن لازم عدد الدورات او انا قلت الموجات عشان الدرس الجاي بس، لازم عدد الذبذبات او عدد الدورات او عدد الاهتزازات يزداد هو كمان للضعف. في نفس الزمن، عارف لو مش قايل لك في نفس الزمن كان ممكن يقول لك في نصف الزمن، فساعتها كان ان هيبقى ب2 عادي جدا، بس لما تيجي تجيب التردد هيطلع ب4. فساعتها كان هيبقى مديك الازمنه تقسم ان على تي تطلع ب4. ماشي. يعني انا لو اديتك رسمه عامله كده وقلت لك ترددها زاد للضعف في نفس الزمن، لو الزمن ده ب1 فهتلاقي التردد بقى عامل كده. شايف؟ من هنا لهنا التردد زاد للضعف، يبقى الزمن الدوري قل للنصف. عايز اقول لك ان اقسم برب الكلمه اللي بقولها دلوقتي دي جت سؤال ثانويه عامه 2025. ثانويه عامه مش تانية ثانوي يا بني ادم. جاب له حاجه زي كده في رسمه اسمها الدينامو، وقال له السرعه الزاويه زادت للضعف، فانت الطالب فاهم اذا التردد زاد للايه؟ للضعف. انت بقى من دلوقتي عارف لما التردد يزيد للضعف فالزمن الدوري يقل للنصف. ماشي. حلو يا عم. يلا. يقول لك في الشكل المقابل جسم معلق في زنبرك رأسي جذب من النقطة بي، يبقى هو اهو طبعا دي موضع الاتزان او موضع السكون. شديته الى اسفل، يبقى انا شديته لتحت، طبعا لما اشده لتحت هيفضل طالع نازل ويتحرك على جانبي موضع السكون. فهو بيقول لك فإن الطاقة الميكانيكية رقم ثابت، والله مش هحل يا أخي، ثابت عند جميع النقاط. لكن عند موضع الاتزان هنا خلينا نبدأ من جيم. هنا طاقة الوضع المفروض بقيمة عظمى، وطاقة الحركة والسرعة بصفر، واللي هيحصل هنا بيحصل فوق عند ألف، والاتزان عكسه، طاقة الوضع المفروض تبقى قيمة إيه؟ المفروض تبقى صفر، والحركة والسرعة قيمة عظمى. يقول لك الشكل المقابل يمثل ثقلا موضوعا على سطح افقي املس ومتصل بملف زنبرك ويتحرك حركه افقيه بسيطه. فاذا مر الثقل عند النقطه زد بسرعه نص، زد دي السرعه كانت بتساوي نص متر على الثانيه. خلي بالك دي السرعه قيمه عظمى لان ده موضع السكون. عند موضع السكون السرعه قيمه عظمى، عند موضع السكون السرعه قيمه عظمى. قال لك بس كان بيمر في اتجاه اليسار، فما موضع الثقل وسرعته بعد أن يكون أكمل اهتزازه ونصف. سيبك من اهتزازه، لأنه لما يكمل اهتزازه هيرجع لنفس النقطة وكان هيبقى ماشي الواي برضه. احنا عايزين النصف. النصف هو كان هنا وكان ماشي كده، عشان يعمل نصف دورة لازم يروح اهو عند اكس ويرجع لواي تاني. فالقصة كلها ان هو هيغير اتجاهه، هيبقى عند زد بعد اهتزازه ونصف، هيبقى عند زد بس عكس الاتجاه. بدل ما يبقى يسار هيبقى يمين. يبقى نقول ان هو هيبقى عند زد السرعه مش بصفر، السرعه بنص بس في اتجاه اليمين. سؤال 26 الرضنا بيقول لك في الشكل المقابل اثناء اهتزاز ثقل البندول اذا كان الزمن الذي يتحرك البندول من اكس الى واي هو تي واحد. هوبا يا لهوي على سؤال. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه العظمه دي يا جدعان؟ سؤال جامد جدا، سؤال عالمي يا لهوي، انا بحب الحاجات دي قوي. اكتب يا ابني فوقيه الله يرضى عليك سؤال مستوى عالي. هو مش عالي والله، هو عايز واحد ايه؟ بيشغل ايده قبل دماغه، واحد فاهم فيزياء. واللي فاهم مش اللي بيشغل دماغه، لا، شغل ايده قبل دماغه، بيعرف يتعامل مع الفيزياء، بيعرف يعمل علاقات. صلي بينا على الحبيب. لو جيت قلت لحضرتك الزمن اللي بياخده عشان يتحرك من اكس لواي اهو من هنا لهنا اسمه تي واحد. طب الزمن اللي بياخده من واي لزد، مع العلم المسافة دي قد المسافة دي، فالطالب اللي مش فاهم يقول لك نفس المسافة يبقى نفس الزمن. هنا خده في تي واحد، هنا خده في تي واحد. أقول لك
غلط كبيره جدا. انت جبت منين ان نفس المسافه تبقى نفس الزمن؟ باشا انت لازم تستخدم قانون في بيساوي دي على تي. لما تقول لي نفس المسافه يبقى نفس الزمن، الكلام ده معناه ان السرعه ثابته. هو انا قلت لك في حياتي ان البندول بيتحرك بسرعه ثابته؟ البندول سرعته متغيره، يا بتزيد يا بتقل. مين هنا اللي ثابت؟ الدي. فالسرعه مع الزمن علاقه عكسيه، يعني المكان اللي بيتحرك فيه بسرعه كبيره زمنه قليل، والمكان اللي بيتحرك فيه بسرعه قليله زمنه كبير، علاقه عكسيه. فاحنا بقى محتاجين نعرف هو سرعته هنا زي هنا ولا واحده كبيره وواحده قليله. تعال نشوف. باشا فاكر لما قلت لحضرتك البندول اي جسم طالع لفوق سرعته بتقل، يعني هنا في الحته دي كده سرعته كانت كبيره، هنا سرعته بقت قليله لدرجه انها هتوصل هنا للصفر. فهنا من اكس لواي السرعه كبيره يبقى اكيد زمن قليل، هنا سرعه قليله يبقى اكيد زمن كبير. هو اداني الزمن من اكس لواي اسمه تي واحد، فالزمن من واي زد اكيد هيكون اكبر، يبقى اكبر من تي واحد. يا لهوي يا جدعان على العظمه، عظمه بنت جنيه. سؤال 26، ايه الجمال ده؟ فالاجابه هتبقى جيم. يا لهوتي باشا، شايف ايدك لما تشتغل؟ والله تبقى عالمي. تعالى لي س 27، جسم متصل بزنبرك ويهتز بين الموضع مين ومين؟ اكس وزد. ماشي، عايز الموضع اللي عنده اكبر سرعه. اكبر سرعه عند موضع السكون واي. واي. طب اقل طاقه وضع، اقل طاقه وضع هو اللي عنده اكبر سرعه موضع السكون، لان هنا طالما اكبر سرعه يبقى اكبر طاقه حركه، يبقى اقل طاقه وضع. تحولات الطاقه، يبقى احنا عايزين مين برضو؟ واي، يبقى الاجابه الف. ده س 27 قربنا اهو. يقول لحضرتك الشكل المقابل يوضح وتر افقي مهتز اي النسب التاليه لطاقه الوضع تكون اقل من الواحد. هو عايز حاجه اقل من الواحد، يعني الاخر عايزك تقسم حاجه صغيره على حاجه كبيره عشان الرقم يبقى اكبر من واحد، اسف يبقى اقل من واحد. تعال نشوف، تعال نشوف، تعال نشوف. بص يا صديقي، فين؟ تعال. ايه ده؟ انا والله العظيم سرحت في الاكيد. يلا، طاقة الوضع عند ايه بالنسبة لسي؟ تعال نشوف. خلي بالك طاقة الوضع بتكون عند ايه، ودي قيمة عظمى. فبيقول لك عند ايه؟ طب ما هي ايه دي قيمة عظمى، ايا كان هتقسمها على مين مش هيديك رقم اصغر من واحد، يبقى استبعدها. دي على ايه؟ ما قلت لك هنا هتكون طاقة الوضع عظمى وهنا هتكون طاقة الوضع عظمى، فبالتالي برضو اي حاجة عظمى على ها لا. طب بي على دي؟ بي حاجة صغيرة، دي حاجة عظمى حاجة كبيرة، يبقى هي دي الإجابة الصحيحة. طب ما تيجي نشوف الأخيرة يمكن نستفيد منها بمعلومة. إيه على بي؟ إيه قيمة عظمى؟ بي قيمة صغيرة؟ لا برضه. طب لو كان جه قال لك مثلا إيه على سي، إيه دي يالا قيمة عظمى، سي دي طاقة وضعها بصفر، أي حاجة على الصفر بإيه؟ بما لا نهاية. والله كان ممكن يجيبها لك عادي، رياضة مش مشكلة، تقول له ما لا نهاية. طب لو عكس، لو سي على إيه؟ صفر على العظمى، صفر على اي حاجه بكام؟ بصفر، يبقى النسبه هنا هتكون مليانه، النسبه هنا هتكون بصفر. حته على الهامش يعني. 29 بيقول لك الشكل المقابل يوضح بندول بسيط يتحرك حركه توافقيه بسيطه زمنها الدوري 2 ثانيه، يبقى هو مديني الزمن الدوري اهو ب 2 ثانيه. فان الزمن اللازم انقضاؤه لحظه حركه الثقل من اكس عشان يتحرك من اكس حتى يكون له اقصى ازاحه في الاتجاه السالب لاول مره. ثانيه واحده بقى، هو عايز زمن، وقلت لك عشان يطلب زمن لازم يقول لك خلال عدد دورات معين. راح قال لك عشان يوصل لاقصى ازاحه في الاتجاه السالب، يعني عشان يوصل لحد هنا. طب ما لو يوصل من هنا لهنا يعني هيعمل ان تبقى بتساوي نص وخلصت. معايا تي معايا ان، اعرف اجيب التي.
تعمل المثلث الجميل تي بتساوي تي صغيره على ان، فالان بتساوي تي صغيره على تي كبيره، فاقول له الان هي، لا احنا عايزين الان، احنا عايزين التي صغيره يا عم، اضرب تي كبيره في الان، فتي صغيره هي 2 في نص يطلع بواحد. طيب قال لك احنا عايزين الزمن اللي هيوصل فيه عند اقصى سرعه لاول مره. طبعا عشان يوصل لاقصى سرعه هو هنا، فعشان يوصل لاقصى سرعه هيروح لحد هنا، لان اقصى سرعه عند موضع السكون. ماشي، فالمفروض يوصل لحد هنا يعني ربع دوره. يعني هو بيقول لك هو عايز الزمن بتاع ان تساوي ربع. عوض برضو، اضرب سمي ده تي 2 اهو، تي 2 بتساوي 2 في ربع بيساوي نص، يبقى الاجابه هتبقى نص ثانيه. طب لو قال لك لتاني مره، والله جامده، والله جامده، اسمع كده. لو قال لك عشان يوصل لاقصى سرعه لتاني مره، معنى كده ان هو هيعمل ايه؟ الاول هيروح هنا ادي المره الاولى، ثم يروح ويرجع ادي المره الايه الثانيه، وما قالكش في نفس الاتجاه، فلازم يعمل دوره 3/4 دوره، فساعتها انت هتضرب الاثنين في ال3/4. ماشي. س 30. الشكل البياني المقابل يمثل العلاقه بين السرعه عندما والزمن تي عندما تمت ملاحظته بدءا من ده بيقول لك هو بدأ منين؟ لاحظ هنا ان هو بدأ من السرعه قيمه عظمى، يعني بدأ من موضع السكون. صح غلط؟ اقصى طاقه وضع لا، يعني اقصى ازاحه لا. الجمله دي هي الجمله دي على فكره، اقصى ازاحه هي النقطه اللي عندها اقصى طاقه وضع. عند منتصف المسافه لا طبعا، فالاولى هي الاجابه الصحيحه. 31 بيقول لك 3 اجسام متماثله تتحرك حركه توافقيه بسيطه. ماشي، والشكل البياني المقابل يمثل العلاقه بين الازاحه والزمن لكل منهما. حلو، فإن الترتيب الصحيح لهذه الأجسام تبعا للطاقة الميكانيكية. أوبا، يعني مين فيهم ليه أكبر طاقة ميكانيكية؟ طبعا أكبر طاقة ميكانيكية هو اللي بيكون ليه أكبر طاقة وضع أو أكبر طاقة حركة. ماشي، طب ما تيجي كده يعني نفهم حاجة. ده من دول نقرا بس السؤال، 3 اجسام متماثله، يبقى هم متماثلين. واضح من الرسمه، انا لسه يا جماعه ما اعرفش احل ازاي، انا بفكر معاكم. واضح ان ده من دول اهو او ايا كان له زمن دوري، وده له نفس الزمن الدوري، وده له نفس الزمن الدوري، فهم اجسام زي بعض وليهم نفس الزمن الدوري. ماشي، بس هل الاولاني له سعه اهتزازه زي الثاني زي الثالث؟ اكبر سعه اهتزازه هو واحد، يعني ممكن نقول ان واحد مثلا، ده واحد اهو بيوصل لمكان بعيد جدا، بس 2 و3 بيوصلوا ايه؟ لمكان اقرب. دي السعه ودي السعه. واضح كل ما وصل لمكان بعيد جدا، وهو قال لك بنادين او 3 اجسام متماثله، تمام، بعيدا عن انه بيعملوا في نفس الزمن الدوري، بس بما انه وصل لمكان بعيد جدا يعني طاقه وضعه مالها بقت كبيره جدا. يبقى اكبر طاقه وضع هو اللي بيعمل اكبر سعه، اللي هو 1 ثم 2 ثم 3. فنقول 1 هوبا اكبر من 2 هوبا اكبر من 3، مش هقول هوبا. ده سؤال رقم 31، الاجابه الف. سؤال 32، يا لهو على جمال ده سؤال حلينا زيه من شويه. تعالى لي مديك رسمه بنت جنيه، راح قال لك ايه؟ يوضح حركه بندول بسيط، فاذا استغرق البندول زمن اسمه تي عشان يتحرك من اكس لواي. هو بيقول لك لما بيتحرك من اكس لواي هنا خد زمن اسمه تي، والمسافات دي كلها متساويه، الحته دي قد دي قد دي قد دي رايح جاي.
فهو عايز الزمن الدوري، الزمن الدوري هو زمن دوره كامله. فالطالب اللي بيشغل دماغه بس يغلط، يقول لك ايه؟ لو دي تي فدي تي تي 4 تي رايح نفس ال4 تي جاي، فيقول لك يساوي الزمن الدوري، اقول له غلط. يساوي قصدي 8 من تي، اقول له غلط. فالزمن الدوري مش ب8. ليه يا مستر؟ اقول لك ليه. مين قال لك يا صاحبي ان الزمن بتاع اكس واي هو الزمن بتاع واي زد؟ ألفت من دماغك ها؟ امال ايه يا مستر؟ اجي اقول لك المفروض تشوف قانون السرعه مسافه على زمن. المسافات متساويه، بس هل السرعات متساويه؟ لا، يبقى الزمن مش متساوي. السرعه مع الزمن علاقه عكسيه. فالمكان اللي السرعه فيه كبيره زمنه قليل، واللي السرعه فيه قليله زمنه كبير. طبعا وهو نازل هنا السرعه لسه قليله وبتزيد عند واي وزد، فالسرعه هنا صغيره فالزمن كبير. فالسرعه هنا كبيره فالزمن قليل، يعني الزمن ده مش تي، اقل من تي، ولنفترض افتراض من عندي مثلا بنص تي. فالحته دي تبقى بنص تي برضو، الحته دي تبقى بتي. جمع بقى رايح 1.5 و1.5 قد كده كام؟ 3. راح في 3 رجع في 3، يبقى هيعمل زمن دوري في 6، يعني مش في 8، ده رقم اقل من 8. ليه ما اقدرش احددها بالظبط؟ لان ما اقدرش اجيب الزمن ده قد ايه من ده بالظبط، ما اقدرش. ايه العظمه دي يا جدعان؟ طب انا ممكن اعكس لك السؤال واقول لك ايه؟ ان الحته دي هي اللي زمانها تي، فانت تقول لي الحته دي زمانها اكبر من تي. ليه؟ لان السرعه هنا صغيره والسرعه هنا كبيره. فالسرعه الصغيره الزمن عندها هيكون اكبر من السرعه الكبيره. فلو دي زمانها ثانيه يبقى دي اكبر من ثانيه، مثلا 2 تي مثلا، وهنا تي. اقعد جمع بقى 2 و1 3 3 و3 6 6 و6 12، فنختار ساعتها اكبر من تي. يبقى حسب المعطى كمان هحل، فحسب هو مديني الزمن فين عشان اعرف التاني اكبر منه ولا اقل منه. خد المعلومه، دايما الزمن اللي بره هو الكبير، يبقى الزمن ده هو الكبير، الزمن ده هو الصغير، عشان السرعه هنا هي الصغيره والسرعه هنا هي الكبيره. ده تقريبا اخر سؤال في الاختر. يقول لك بندول بسيط يتحرك حركه افقيه بسيطه، يبدا حركته من اقصى ازاحه عند اقصى ازاحه يعني اقصى طاقه وضع، او عند طاقه حركه بصفر. فلازم يبدا عند طاقه حركه بصفر، يبقى الرسمه دي لا، الرسمه دي لا. يبقى حسب بدا منين هبدا الرسمه انا كمان. لو بدا من موضع السكون يبقى الرسمه دي او دي. عند موضع السكون اقصى سرعه اقصى طاقه حركه. قال لك وعمل اهتزازه كامله، فعايزين نشوف انهي رسمه اللي فيها طاقه حركه خلال اهتزازه كامله. هقول لك معلومتين. اولا طاقه الحركه كميه قياسيه، يعني لازم الرسمه تكون في الموجب بس. 2 طبعا طاقه الحركه رسمتها زي الرسمه الموجيه اللي احنا عملناها عادي جدا. بعد ربع دوره هيوصل للقيمه العظمى، ثم يرجع للصفر، ثم عظمى، ثم صفر. يبقى الرسمه دي رسمه صحيحه. جت منين يا مستر؟ معلش والله انا يعني عندي دايما مبدا كده اللي هو ايه، لازم الواحد يجيب اخر اخره. انا دلوقتي جايب اخري، فكنت هجاوب الاجابه بصراحه وامشي خلاص شكرا. بس افتكرت ان انا لازم اجيب ايه؟ اخر اخري. يعني انا هكمل لك شرح. هنا بدا من اقصى ازاحه اهو، فانا عايزه يعمل دوره كامله. هنا طاقه الحركه بكام؟ بصفر. راح هنا عند اقصى طاقه حركه اهو، ولنفترض عند النقطه دي، ثم راح عند جيم رجع للصفر تاني جيمه، ثم لسه ما عملش دوره كامله، ده لسه هيرجع عند الصفر، اسف لسه هيرجع عند اقصى طاقه حركه اهو، رجع لب، ثم يرجع لالف تاني عند طاقه حركه بصفر. فعشان كده لازم يعمل قمتين، لازم طاقه الحركه وطاقه الوضع خلال دوره يعملوا قمتين. هحاول احل الحاجات دي بسرعه عشان انا عايزك تهتم بالمقال جدا لاجل السنه الجايه. بيقول لك ماذا يحدث للزمن الدوري للجسم المتزع عند زياده التردد ل3 امثال قيمته؟ الزمن الدوري هيقل للثلث بس. ليه؟ لان الزمن الدوري هو مقلوب التردد. فلما ده يزيد 3 امثال شيله حط 3،
فالزمن الدوري مش هقول يا جماعه انا لما بحل كده بسرعه مش هقول بيساوي تلت، هقول يقل للتلت، بحلها نسبه سريعه. لكن انت بضمير قوي 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 المفروض تعمل ايه؟ تي 2 على تي 1 بتساوي نيو 1 على نيو 2. تي 2 اهو على تي 1 بتساوي، قال لك زياده التردد الى 3 امثال، يعني التردد كان بواحد اهو، نيو 2 بقت ب3، يبقى تي 2 بالنسبه لتي 1 هي التلت. بس احنا بنختصر. قال لك صف تحولات طاقه الوضع والحركه للحادثه للاباحه بشكل مقابل خلال اجهزه كامله بدءا من وضع الاتزان. طالما بدا من وضع الاتزان انت بقى صف، ارسم البندول وديه كده وهاته كده، تقول له ابتدى مثلا من نقطه الف حيث كانت عند النقطه الف طاقه الوضع بصفر، طاقه الحركه عظمى، هو عايز منه مين؟ الوضع والحركه. ثم تروح لاقصى ازاحه، طاقه الوضع بقت عظمى، تزداد، تقول له كده تزداد طاقه الوضع وتقل طاقه الحركه لحد ما الوضع بقت عظمى والحركه بقت بصفر. ثم رجع لألف تقول له تقل، العكس بقى، طاقة الوضع بتقل وطاقة الحركة بتزيد لحد ما تبقى الحركة عظمى والوضع بصفر. ثم راء، وهكذا. اقعد بقى اوصف خلال ايه؟ خلال دورة كاملة. ماشي. بيقول لحضرتك رسمة بيانية اهو، عايز قيمة الزاوية وانا مغمض ب 45 وانا مغمض. طب وانا مش فاهم اصلا ليه؟ لان قيمة التردد هي قيمة مقلوب الزمن الدوري، فاللي فوق هو اللي تحت. طب لو انا مش فاهم روح هات الزاويه، لايجاد الزاويه بعمل تاني الزاويه بتساوي الراس على الافقي، مش الميل هو تاني الزاويه، نيو على 1 على تي. ما نيو هي الواحد على تي يطلع لك واحد، شيفت تاني للواحد يطلع لي 45. 4 بيقول لك حركة وتر أفقي يهتز رأسيا عند أي النقاط المبينة تكون سرعة الوتر لها أقصى قيمة. سرعة الوتر أقصى قيمة عند ب موضع السكون، يبقى عند ب اللي هي ب يعني. طاقة وضع المرونة للوتر أكبر ما يمكن. طاقة الوضع عند سي وإيه؟ يبقى إيه وسي. اوجد، طبعا هو قال لك، هو الراجل ده دقيق على فكرة، قال لك طاقة وضع المرونة لأن طالما في أستك فطاقة الوضع هي اسمها طاقة وضع المرونة. طالما بترفعه عن سطح الارض فطاقه الوضع اسمها طاقه الوضع التفاقليه. قال لك النسبه بين زمن حركه الوتر من بي لسي وزمن حركته من بي لايه. الزمن من بي لسي هو من بي لايه ربع زمن دوري، يبقى يساوي. النسبه بقى يبقى 1 إلى 1. بيقول لحضرتك في الشكل المقابل محاولتين لتحريك ثقل البندول حركه افقيه بسيطه. في المحاوله الاولى حركوا ازاحه دي 1 ثم تركوا يتذبذب، وفي المحاولة الثانية حركوا إزاحة 2 ثم تركوا يتذبذب. يبقى في المرة الأولى خد البندول وداه لهنا فقعد، لا وداه هنا، هو ده موضع الأصلي، فقعد أكيد يتذبذب كده ساعة قليلة. المرة الثانية وداه مسافة بعيدة، مسافة أبعد، فزود السعة. راح قال لك ماذا يحدث لكل من سعة الاهتزازة؟ 1 سعة الاهتزازة، تمام، 2 فنعمل اهو ادي السعه، وطاقه الوضع العظمى وطاقه الحركه العظمى والطاقه الميكانيكيه لثقل البندول في المحاوله الثانيه يحصل لها ايه مقارنه بالاولى؟ طبعا لما تبعدهم مسافه اكبر فسعه الازازه تزداد، طاقه الوضع العظمى تزداد، طاقه الحركه العظمى تزداد، الطاقه الميكانيكيه تزداد. طب يا مستر مش الطاقه الميكانيكيه ثابته؟ بس هي بتساوي مجموع طاقتي الوضع والحركه، او هي بتساوي طاقه الوضع العظمى او طاقه الحركه العظمى. بما ان دي زادت يبقى الطاقه الميكانيكيه هتزيد. طب ليه بقى؟ عشان اجيب اخري برضو. اصل حضرتك هنا لما ترفعه مسافه ابعد فطاقه الوضع هتكون كبيره قوي، هنا رفعته مسافه صغيره فطاقه الوضع هتكون اقل. بما ان طاقه الوضع زادت فهو نازل سرعته هتزيد اكتر، يبقى طاقه حركته هتزيد اكتر، لان طاقه الوضع تتحول كلها الى ايه؟ الى حركه. طبعا هتوقف هنا وهصور خلال يومين ان شاء الله
حاجات تانية عشان اكون بظبط لك الدنيا. عايزك ترجع تتابع اكتر ان شاء الله. اوعى تنسى تدخل على قناه الواتساب عشان بينزل عليها كل جديد، وتابع الديسكريبشن او الكومنتات هتلاقيني منزل لك اي تفصيله مهمه عايزك تعرفها. نقول ونختم بهذا يا رب ولله التوفيق. اللهم اجعل هذا العلم علما نافعا، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين، والسلام.